لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 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 لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحالم لوانەی 484 لەوانەکانی تەفسیر قورئان پیرۆز بێم و خزمەتتان بەمەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئەوەی ئازیز سوودی لەوە بگرن. برزان هەر لە خزمەت ئاەتی 44 لە سوورەتی ئەلمائیدە کە لەوانەی پێشترێش لە خزمەتیدا بووین کە رب العالمین سبحانه وتعالى دەفەرمی ئێمە تەوراتمان دابەزان کەوا هیدایەت و نووری تێدایە، ئەو تەوراتەی کەوا پێغەمبەران ئەوانەی کەوا ئەسلەموو ئەوەی کە تەسلیمی رب العالمین بووینە حکمی پێدەکەن لەسەر کەسانێکی جوولەکە و هەروها ڕەبانی و ئەحبارەکانیشیان وەکو پێغەمبەران عەلەیهیمو الصەلاة وەسەلام ڕەبانی و ئەحبارەکانیشیان بە هەمان شێوە حکم بە تەورات دەکەن لەسەر جوولەکەکان بە سەبەبی ئەوەی کەوا پاراستنی تەورات بەوان ڕاست پێردرا بوو و هەروها ئەوان شاهێد بوون و ڕەقیب و پارێزەر بوون لەسەر ئەو تەوراتەی. ئیتر ئەو جا خوای گەورە دەفەرمی فەلا تەخشەون الناس وەخشەون، لە خەڵکی مەترسن تەنها لە من بترسن، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، و هەروها ئاەتەکانی من مەگۆڕنەوە مەیفرۆشن بە قیمەتێکی کەم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. گەیشت بووینە کۆتایی ئاەتەکە هەر کەسێک حکم بەوەی نەکا بەو کتابەی نەکا بەو شەریعەتەی نەکا کە الله سبحانه وتعالى دایبەزاندی ئەوانە کەسانێکی کافرن. دەربارەی ئەو خود بەشی ئەخیری لە ئاەتکە دەفەرمی ومن لم يحكم بما أنزل الله أي كائنا من كان، هەر کەسێک هەر چێبی حکم بەو شەریعەتەی نەکا کە الله دایبەزاندیە كائنا من كان دون المخاطبين خاصة، کەواتە ئەگەرچی سەرەتا ئاەتەکە لەگەڵ جوولەکەکان باسی جوولەکەکان دەکاتن کەوا باس لە دابەزین تەورات دەکا، بەڵام لە دواییدا حکمێکی عام خوای گەورە دەفەرمێ ومن لم يحكم بما أنزل الله، ئەوجا لە تەورات لە ئینجیل لە قورئان کەوا کۆتاییەکەیان قورئان پیرۆزە هەر کەسێک هەر چێبی نەوەک تەنها جوولەکان فإنهم مندرجون فيه اندراجا أوليا، بنسبة جوولەکەکان ئەوان یەکەم کەسن ئەو حکمە لەسەر جێبەجێ دەبی و هەروها ئەوانەیەکەوە ئینجیلیش بە هەمان شێوە و ئەوانەیەکەوە قورئانیشیان لۆ دابەزی ومن لم يحكم بما أنزل الله، هەر کەسێک حکم نەکا بەوەی کە الله دایبەزاندیە أي من لم يحكم بذلك مستهينا به، هەر کەسێک حکم بەو شەریعەتەی نەکا کە الله دایبەزاندیە ئیستیهانەی پێ بکا واتە بە کەمی بزانی، منکرا له ئینکاری بکاتن کەوا ڕەفزی بکاتەوە فأولئك هم الكافرون، ئەوانە کەسانش کافرن لاستهانتهم به، لەبەر ئەوەی ئیستیهانە و بە کەمیان زانیە. وەکو لە تەفسیری قاسمی دەرێ علق فيه الحكم بالكفر، کەواتە الله سبحانه وتعالى دەفەرمی حکمی ئەو کەسەی بە کافر دانایە بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله تعالى، تەنها لەبەر ئەوەی کەوا وازی لەو شەریعەتەی هیناکە الله سبحانه وتعالى دایبەزاندی و حکمی پێناکە ئەو کەسە کافر دەبی. فكيف وقد انضم إليه الحكم بخلافه، کەواتە هەر بە مجرد وازهینان حکم پێنەکردن بەو شەریعەتەی خوای گەورە دەفەرمی فأولئك هم الكافرون، ئەدی ئەگەر ئەوەش بێتە سەریکەوە بە خلافی حکمی خوا سبحانه وتعالى حکم بکە، لا سيما مع مباشرة ما نهوا عنه، و بەتایبەتیش ئەو شتەشی لەگەڵ داویتن کەوا نەهی لێکران بەتایبەت جوولەکە و دیان
طبعا حتى إيمان دار بابني مسلمانش بما نهوا عنه من تحريفه ووضعه غير موضعه كواتا حكم بينك حكم بغير شريعة خوابك وهروا هول ذا تحريف كتاب خواي قولبك لجيجاي خوي لابدا وادعاء إنه من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وادعاء أوجبك كوا أوشتيك خلافي حكم خوابيه نبلي أو حكم خوايا تاوكو قيمته كاملة دنيا بيا بكري أو قولي أبو السعودة كوا قاسمي نقل كده إمام مسلم لبراء نقل دكا براء كري عازب خوالي رازبي درباري ومن لم يحكم بما أنزل الله دفرمي الثلاث الآيات في الكفار كلها أو سيئات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لدوايهم الظالمون لدوايهم الفاسقون دفرمي درباري همو كساني شي كافر نكتنها أهل كتاب هركسك حكم نكا بما أنزل الله كافر وظالم وفاسق كفر وظلم وفسق أكبر أو وكو قولي براء كالإمام مسلم دا هاتية وأبو داود لابن عباس دجرت خوي يقول لخوي بابي رازم دفن إنها في اليهود خاصة ابن عباس دفن 200 أو درباري جولكي بتايبتي قريضة والنظير بني قريضة والنظير لا ينافي تناولها لغيرهم بلام لقال أواش لا ينافي تناولها لغيرهم راستا درباري أوان يكم كزدا بزيا بلام لا ينافي تناولها لغيرهم وكو إمام باب لي تفسير قاسمي هاتي دلي أو قول ابن عباس أقرت سيد الله ودرباري جولكو جولكان بداية بني نظير بني قريضة بلام لا ينافي تناولها لغيرهم بلام معناه وني لبو غير وانش نبي بلا يكم زال لبو أوان دابزيا لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لبري وقاعدة عامة راست آتك كسبب نزول كيف لا نشتا بلام كسبب نزول كي بازك اللي بو تيجيشتني زياتر بلام حكمك شي تعميم ذكره وكلمة من ومن لم يحكم بما أنزل الله وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم كواتا كلمة ومن لم يحكم ومن كاتك واليردا هاتي لا رستي كوا شرطية لو حالتي تيلي وردجيري حكمه شي عامل وردج ومن لم يحكم هر كسيك بي وكو لسر وباس ما كان كائنا من يكون هر كسيك حكم بشريعة الله نكا سبحانه وتعالى أو حكم كذا يريتو ضل كفر الحاكم بغير ما أنزل كاتك حاكم كحكم بك بغير ما أنزل الله كافر دبي بقيد الاستهانة به والجحود له بلام أو كسبي كافر دبي أو حاكم بي كافر دبي كحكم بينك لكاتك ذا كواب كمي بزاني إنكاري بك ضل هو الذي نحاه كثيرون وآثروه عن أكرمة وابن عباس زورق لمفسرين أو الرأيان كوا أو كاتا كفري مخرج عن الملة أو كفري كوا لدائري إسلام داري ديني كحكم بشريعة إخوانك لو كاتي كوا بكمي دزاني وهرها إنكاري دكا وروى الحاكم وابن أبي حاتم وعبد الرزاق عن ابن عباس وطاووس أن من لم يحكم بما أنزل الله كواتا لا ابن عباس وطاووس دجيرنو خوان الرازبي هر كسك حكم بو شريعتينك كخواي قرداي بزاندية هي به كفر كفري تيدا وليس بكفر ينقل عن الملة بلام أو كفرانية كوالا ملة داري ديني وعن عطاء قال هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق كواتا عطائش وكو ابن جرير لي نقل كده الكفر دون كفر وات كفر أصغر كفر أكبرنيا ظلم وفسق كشبه ماشيوا كواتا بخوي أو عتا بوشيوي بهورد وشيوي ليك درايتوا كوا كفر دون كفر واتا وكو كبيره كبرام كفر يقني لمن الدربين وكل سال قول ابن عباس وطاووس وكل قولي دي كشكهنا مانا كفر يتش مخرج عن المله برام بشرتك اجر استهاني بيبكا بكمي بزاني ونقل في اللباب ده لبابش عن ابن مسعود والحسن والنخعي أبيش لواني نقل كده لو سيبرزي أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة أو حكمة عامة درباري زولك درباري همو أو أمتكان كش وأمتي إمش فكل من ارتشى هركسك رشوة وربقري وبدل الحكمة فحكم بغير حكم الله رشوة وربقري
حكمكي بقوري بغير حكم إخوة فقد كفر وظلم وفسق أو كافر وظالم وفاسق. وإليه ذهب السدي، السديش بهماشي وهي لأنه ظاهر الخطاب. ثم قال: وقيل هذا في من علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمدا وحكم بغيره. أو كسبي كافر دبي كوا بزاني حكمي إخوائي لفلانة شتسية بلام أوزا بعمديش ردي بكاتو بغير أوش حكم بكاتن أو حكمكي أو يكوا بي كافر دبي. وأما من خفي عليه النص بلام كسك أقادرني حكم إخواتي لفلانة شت أو أخطأ في التأويل ياخذ تأويل يشكر لحكمكي كوا بخطأ توبو فلا يدخل في هذا الوعيد. لو حالته أو كسا مشمول نبو وعيد واتا كفر أكبر نايقريتو. إسماعيل قاضي لأحكام القرآن دي ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا كواتا ظاهر آتكان بلغي لسروي هر كسيك وكو كاري أوان بكا مقصدي وكو يهوديا كان واخترع حكما يخالف به حكم الله حكم يتشنوي بيني مخالف بلغل حكم الله وجعله دينا يعمل به كردية دينيكو كاري بكري فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور. إتر أو وعيد أو هرشي كذا باريزو لكان هاتكوا بيكا فرد من كاتكوا حكمك بين غير حكم إخواو كاري بيبكنوا بيكنا الشريعة لبو خلشي أو همان هرشة ديقريتو وكو هرشة لزولك كرا. لا تفسير السعديش لا تفسير كلام الرحمن ضلي فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر كاردن بشريعتك غير الشريعة الله أولا كرد وكان أهل كفرة وقد يكون كفرا ينقل عن الملة لو أنا ببيت كفرك ولا دايري إيمان بيدر بتسوين واتا كفر أكبر وذلك كاتك دبيت كفر أكبر إذا اعتقد حله وجوازه كاتك وبيرو برواي وبالدكريئة ولا حكم إخوالا بديلو خطبة قانون يشكى حكم كي جائزة أجر اعتقادي وبي كافر دبي. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب برام زاري واشياء حكم كردن بغير ما أنزل الله دبيت جناه شي جونا نكفر. ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد كواتا أوي كوا بوشي ويا بالزاني وكو زيادة دين روين دكينو إن شاء الله رفزي ناكاتوا إهانة شناكا بكمي شنازان بلام هل أوها حكم بغير ما أنزل الله دكاتن أو لو حالتي دلتن أو كبيريك مستحق لبو عذابي تن للان خواهي قولوا يتر بلام بيلا إيمان در الناس كوتا كرتيا دوبش. ابن مسعود وحسن دلن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله أو أتعامل لبو همو أوانك حكم بغير شريعة الله دكن من المسلمين واليهود والكفار أو زم مسلمان بي ياخذ زولك بيان كاف أي معتقدا ذلك ومستحلا له ما دام عقيدي وابك ودكري كار بشريعة إخوانا كريو بي حلال بك كار بشريعة إخوانا كري بي كافر دبي. فأما من فعل ذلك بلام هالكسيك حكم بشريعة غير إخواكر وهو معتقد أنه مرتكب محرم بلام عقيدة شواك وكارش حرامي كردك بشريعة غير إخوا حكم كردية فهو من فساق المسلمين أو كسا دبت فاسق لفاسق كان مسلمانان وأمره إلى الله تعالى لو حالته إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله دقريته لا إخواي قولا بي بابنا إخواي قول ويستي لسربي عذابي دا ويستي لسربي لي خوش دبي كواتا لو حالتي جدايا أجر بي حلال بي حكم بغير شريعة إخوابك بي كافر دبي بلام أجر بي حلال ودزاني حرام شيء أنزام دا بلام لبر هر دافعكو لبر هر قضية شدي كرديتي لو حالتي ضلي أوا فاسقة بابلين معرضة لبو عذاب إخوائي قولوا يعني عذابي دا يعني عذابنا. لا أضواء البيان شنقيتي ذا الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آت فأولئك هم الكافرون دلي أو هاب ديار دكوي لسياق آت كان أو آت ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين ده الباري مسلمان هدا بزيا لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الأمة تبروي هل لو آت لبيش أو كافر من لم يحكم ما أنزل الله بمسلمانان دفرمي فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا دفرمي خطاب لبو مسلمانانا
لوي لباشا وكذا فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. فالخطاب للمسلمين خطابك للمسلمان كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، هذا كل السياق آيات كانوا وذلك. وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، لو آتش كذا فرمي فأولئك هم الكافرون، يعني كفر دون كفر وتكبيره كافر بابلين بوشوينك ولا من دربسي، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له، يعني أوتا كاتك ووادك حكم بغير شريعة خوادك في حلال شوادك، أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها، يعني وكاتك وفي حلال حكم بالشريعة غير خواب كاتن، يعني ردي دكات وإنكاري دكات دزاني وحكمي خوايا يتلو حالتي بيه كافر دبيتن وتدزاني وحكمي خوايا أو ردي شي دكاتوا في حلالش بغير شريعة خوا حكم بك أو في كافر دبي. أما من حكم بغير حكم الله بلام كسر حكم بك بغير شريعة الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا بلام دزاني كوا براستي جناحش أنزام دا فاعل قبيحا كارش خرابي كردية، وإنما حمله على ذلك الهوى بلام هوا آرزوا لذلك أو كاربك، فهو من سائر عصاة المسلمين أو وكو باقي جناه باركاني مسلمانانا. وسياق القرآن ظاهر أيضا في أن آيات فأولئك هم الظالمون في اليهود كواتا فأولئك هم الكافرون دفن هالكسيق وانكا حكم بشريعة إخوانك وخطابك له مسلمانانا، فأولئك هم الظالمون في اليهود وهل فأولئك هم الفاسقون في النصارى. يتربوا الشيوي باسي كردي وديار أقوالي تريش علماء زور ما باسي بكين بلام ليرة دوستين ببشتواني رب العالمين لبرا وبابة زور قرنقة وزور هستيارة وانيدا هاتوش لخزمتي دادبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.